عمي جمال من بسكرة. جيت خويا ابو زيد الله يبارك. ايه جيت زرتي خويا ابو زيد برداوه في الغروس. عجبتك بلدية الغروس؟ الله ما شاء الله ابو زيد ما شاء الله ربي يبارك ربي يدوم الغروس منورة بعد. الله يبارك. إيه. تشارك معنا في مسابقة رمضان. سؤال جاوب عليه صحيح تفوز معنا بهذه الهدية طيبة. السؤال يقول: ما اسم اليوم الذي نجا فيه سيدنا موسى من فرعون؟ كاين شك بس ما نجمش نخلط قولوا هذه ممكن تكون صحيح ممكن. قصدي يوم من الايامات هذا شهر اسبوع. لا هو اكيد هو بصح عنده اسم يعني. يوم الاحد شكرا على المشاركة، يعني إجابة خاطئة وبارك الله فيك. شكرا. ومعنا الأخ عمران محمد نور الدين. الله يبارك. شارك معنا في مسابقة رمضان. سؤال جاوب عليه صحيح تفوز معنا بهذه الهدية. سؤال يقول: ما اسم اليوم الذي نجا فيه موسى عليه السلام من فرعون؟ الله اعلم. بارك الله فيك على المشاركة، ربي يحفظك إن شاء الله. شكرا الأخ عربي حميد. الله يبارك. معنا مسابقة في رمضان. سؤال جاوب عليه صحيح تفوز معنا بهذه الهدية. السؤال يقول: ما اسم اليوم الذي نجا فيه سيدنا موسى من فرعون؟ الله اعلم. بارك الله فيك على المشاركة، ربي يحفظك إن شاء الله. ومعنا الأخ الوافي عصام. الله يبارك. عندنا مسابقة في رمضان. سؤال جاوب عليه صحيح تفوز معنا هذه الهدية ان شاء الله. السؤال يقول: ما اسم اليوم الذي نجا فيه سيدنا موسى من فرعون؟ الله أعلم. بارك الله فيك على المشاركة. خويا عصام كسمة كلمة يعني بمناسبة رمضان لهنا في بلدية الغروس. احنا كجمعية خيرية بمناسبة شهر رمضان، شهر القرآن، شهر البركة، نطلب من جميع سكان بلدية الغروس رانا نجمعوا في قفة رمضان يتساهموا معنا ولو بالقليل، لما نخلو حتى واحد ان شاء الله في الشهر هذا يكون خويان والله جيعان والناس كل تاكل كي بعضها، وهذا مكان. وربي يبارك فيكم ان شاء الله. بارك الله فيك وربي يحفظك ان شاء الله. ومعنا الاخ عبد العزيز ضيفي الله يبارك. شارك معنا في مسابقة رمضان. سؤال جاوب عليه صحيح تفوز معنا بهذه الهدية. السؤال يقول: ما اسم اليوم الذي نجا فيه موسى عليه السلام من فرعون؟ اليوم الذي نجا فيه موسى فرعون يوم عاشوراء. نعم إجابة صحيحة ومبروك عليك الجائزة. مبروك عليك الجائزة كما بمناسبة رمضان. الله ان شاء الله يجعلنا بالخير والعافيه ان شاء الله. والله ربي يبلغنا رمضان بصحه والعافيه ورمضان مبارك لكل امه الجزائريه وخاصه الامه تاعنا تاع وربي يجزيكم خير. بارك الله فيك. وهنا وصلنا إلى نهاية الحلقة. انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله.